لم يكن يظن أهل هذا المنزل بإقليم تارودانت أن وليمة تجمع سكان قريتهم ستنقذهم من موت محقق. كثرت المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي تعيد نفس القصة بمختلف المناطق المتضررة. أصحاب هذا المنزل قصتهم ليست بعيدة على أشهر المقاطع التي اجتاحت العالم بعد الفاجعة. ومات واحدة الوالدة ندير السلوكت، هذاك الشيء اللي كاين. واحد النهار مات الوالده ديال الوالد، جدها ضربنا هكاك واحد 3 ايام، درنا شي صدقه، عرضنا على الناس. المهم في العشيه جاو، في العشيه الناس المهم صلاو العشاء، عطيناهم ما ياكلوا، عطينا المهم داك الشيء اللي قسم الله. واحد شي حربه كملوا، بغينا نديروا الدعاء شويه، ظهر داك المشكل ديال الزنزان. عددهم فاق 100 اجتمعوا فوق سطح هذا المنزل في مناسبة خاصة، وحضورهم تركهم ينجون من خطورة الزلزال. هي معجزة من نوع خاص. كاين احنا في الفوق ديال السطح ديال الدار هذا، ويلا الناس تعشاو، يلا بغاو ياكلوا الديسير وكل شيء. جاب غادي الناس ماكل مازال الديسير خارجه من الدار. المهم شي واحد طيحاك وحده طيحاك، هادشي اللي كاين خرجنا العيالات. المهم شي واحد حنا ما ضايعين حتى شي واحد هنايا في الدار هذا. تعالت الأصوات تحت الأنقاض في كل قرية متضررة من الحوز إلى تارودانت، لكن نجاة قرية بأكملها بسبب وليمة عشاء حقا سيناريو لم يعيشه كل الدواوين.